طفلة اتولدت في فقر شديد واتقال عليها مش مناسبة للتلفزيون، بس بعد سنين بقت أشهر إعلامية في العالم. القصة دي مش عن الشهرة ولا عن الحظ، دي عن بنت اتكسرت كتير بس كل مرة كانت بترجع أقوى. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. لو دي أول مرة تشوفني فأنا هنا كل مرة بحكي لك قصة حقيقية، بس مش أي قصة، دي قصة ممكن تغير طريقة تفكيرك، ولو كملت معايا للنهاية هتخرج بمهارة واحدة بس ممكن تفرق معاك في حياتك أكتر مما تتخيل. وقصتنا النهاردة عن أوبرا وينفري، واحدة من أشهر نساء العالم، بس البداية كانت صعبة جدا. اتولدت في فقر شديد لدرجة إنها كانت بتلبس هدوم معمولة من أكياس بطاطس. اتعرضت لأذى نفسي وهي صغيرة وعاشت طفولة مليانة وجع. تخيل تبدأ حياتك وانت حاسس إنك أقل من أي حد. كبرت وبدأت تحاول تدخل مجال الإعلام، بس الصدمة اترفضت من شغلها كمذيعة واتقال لها انت مش مناسبة للتلفزيون. أي حد مكانها كان ممكن يصدق الكلام ده ويختفي للنهاية. في اللحظة دي كان قدامها اختيارين، يا إما تصدق الكلام وتقفل الباب ده للأبد، يا إما تسأل نفسها سؤال مختلف: هو أنا فعلا مش مناسبة ولا أنا بس مختلفة؟ السؤال ده كان بداية كل حاجة. قررت تبطل تحاول تبقى نسخة من حد، وقررت تبقى هي، بمشاعرها، بصوتها، بطريقتها. وعملت حاجة مختلفة، اللي الناس شافته ضعف حولته لقوة. البرنامج بدأ يكبر، وواحدة واحدة بقى مختلف عن أي حاجة تانية، وبعدين اتحول لواحد من أشهر البرامج في العالم، ذا أوبرا وينفري شو. بقى مش مجرد برنامج، بقى مساحة للناس تحكي وتحس وتعبر. البرنامج بقى الأشهر في العالم وملايين الناس بقوا مستنيينها، والبنت اللي اتقال لها انت مش مناسبة بقت هي اللي بتحدد شكل الإعلام نفسه. المهارة اللي غيرت حياة أوبرا مش الجمال ولا الحظ، لكن مهارة تحويل الألم لقوة، إنك تستخدم وجعك وتخليه هو الوقود اللي يدفعك لقدام. في النهاية لو مريت بتجربة صعبة أو حد قالك إنك مش كفاية، افتكر أوبرا اللي العالم كله قال لها لأ، بس هي قالت لنفسها أنا أقدر. يمكن أقوى حاجة جواك دلوقتي هي الحاجة اللي كنت فاكرها ضعف. قصة النهاردة خلصت، بس دورك لسه بيبدأ. أنا نهلة فؤاد ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.